السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، وين ما كنتوا بسوريا أو بألمانيا أو بالسويد أو كنتوا على الطريق بيناتهم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم رح نتفرج على مجموعة هجمات من تاون 9 تاون 10 بالتنانين. طبعا كلها هجمات أنا عاملها، يعني زي قناتي أعمل فيديوهات. المهم، فهي الهجمات إن شاء الله رح تعجبكم. خلينا نبلش بالهجمة الأولى. معانا بهي الهجمة عنا تاون 10 دفاعه تقريبا ماكس، لكن هوني صاحبنا حاطط دفاعات جوية برا. مثل ما تعرفوا أصدقائي، الدفاعات الجوية ما مهمة، أهم شيء الانفيرنو. طبعا أهم شيء باللعبة إنك تتطور فورا على التاون 10 وتبني الانفيرنو، أهم شيء. بقية الشغلات ما مهمة. مثل ما شايفين بلشنا مع اليمين بملكة وهيلر مشان نمشي لجوات القرية وندمر دفاعات جوية قبل ما ننزل التنانين. وبس حسينا إنه الملكة عم ينزل دمها بسرعة أو في كتير دفاعات عم تضربها، مثل هلا بننزلها جرعة غضب. هلا بدنا نحاول انه نخلي الملكة تفوت لجوا كمان مشان تروح كمان دفاعات. نحط لها مفجر سور. دخلت الملكة مثل ما شايفين، تبعت الملكة دمرت المضاد الثاني. وهيك انا صار في عندي طريق سالك مشان فوت وجيب النسبة او كمل على التاون هون. بنحط لها جرعة غضب ثانية للملكة، انه شايفين مثل ما شايفين عم تتقدم الملكة. دمرت التسلا. هلا رح نبلش وننزل التنانين مثل ما شايفين اصدقائي. امتى رح ننزل التنانين؟ امتى رح ننزل التنانين؟ ايوه هلا بلشنا بننزل التنانين مع اليمين. بس هذا السويبر شوي عم بفشون. بنحط المناطيد ورا التنانين، عفوا المناطيد ورا التنانين مزبوط، مشان نحمي المناطيد مشان خليهم يتقدموا. والملكة للاسف ماتت ما شايفين اصدقائي. هلا هون انا معي جرعتين رعد وزلزال مشان دمر فيهم مضاد جوي. عم حاول اني اخبيهم في حال نزموا مشان نسبة مثلا. وهون مثل ما شايفين التنانين راحوا عند البيت. وهون الشيء اللي ساعدني انه القرية كانت تقريبا خاملة، صحيح دفاعاتها ماكس لكن خاملة وما في الغام جوية. وهيك دمرنا 52 من القرية. ولسه في كمان تايم مكملين. خلينا نجيب كمان نسبة مشان البونص. ندمر الانفيرنو كمان مشان انجاز الانفيرنو. شايفين في لسه شوية اسود كمان جوات الخزان، ناخذهم ما بيأثروا. 60% كتير موارد و18 كأس كمان. منتقل للهجمة اللي بعدها، وهي هجمة صورتها من يومين. وين الملكة بقى؟ وين الملكة؟ وين نزلنا ملكة؟ ايوه نزلنا ملكة تحت. كمان ملكة مع هيلر. وهون كمان نفس الطريقة بالضبط. بدنا نحاول انه نخلي الملكة تفوت لجوا، نفتح السور، نفجر السور. هلا الملكة راح تتقدم لجوا، نحط لها خلطة غضب مثل ما شايفين. مدافع مستوى 13 كتير قوية، وفورا بتقتل الملكة. وهون صاحبنا هو تفكروا انت خامس، هو مو خامس. في عنده الغام جوية وعنده دعم وعنده كل شيء. هلا بتشوفوا مثل ما شايفين هون كأنه عرفان انه انا بدي اجيب تنانين، حط لي كل الغام الجوية كلها برا. بس دبرت اموري مثل الفيديو، عفوا مثل الهجمة اللي قبلها. كمان بنحط اول شيء التنانين، وطبعا بنحط جرعة غضب ما أنا لازمة، ما بعرف ليش حطيتها، روحت على الفاضي. على اليسار في شي 50 ارشار، نحط لهم جرعة سمكة بنقتلهم. والملكة لساتها متابعة. وفي مضاد على اليمين نضربه قتل التنين. على اليسار روحنا برعد. هلا هيك الطريق صار سالك قدام الملكة. ولاحظوا اصدقائي انه هي قرية دفاعاتها كلها ماكس عدا السور، لانه السور ما مهم. طبعا اهم شيء الانفيرنو، بقية الشغلات كلها ما مهمة، والسور كمان ما مهم. وهي جبنا منه نجمتين، واخذنا له ال 5400 اكسير اسود، 15 كأس كمان. جخ يا معلم. هلا الهجمة هي الهجمة كنت ما بدي احطها، بس حطيتها يعني مشان تشوفوا يعني هيك، يعني مثل ما بتقولوا شفت حال، شوفني عم بنهب موارد، وشوفي انا بالشامبيون وما بعرف شو. خلينا نسرع بس الهجمة شوي. نزلت الملكة من فوق. مثل ما شايفين في مضادين تقدر الملكة انه تجيبهم، وفي مضاد تحت نحن رح نحاول نروحه برعد. هلا راح برعد. الملكة اقرب هدف عليها هو برج الساحف، رح تكمل على اليسار وتمشي. مثل ما شايفين اصدقائي قرية خاملة، انفرنو مطفي والاكسبو مطفي، مع انه ملكة مستوى 30 بس ما رح تأثر علينا. ايوه هون الملكة السات عم تتابع، بتدمر المدفع. بعدين هلا رح تدمر المضاد الجوي. هلا هون خطأي اصدقائي اني ما نزلت التنانين. يعني شوفوا انا كان في نزل تنانين مشان اوفر وقت بين ما الملكة عم تضرب السور،
ومفجر السور ما فتحوا السور، هيك ما عجب يفتحوه. فتحنا السور، بنحط جرعة غضب على الملكة لأنها عم تواجه ملكة خصم مع جرعة سم على ملكة خصم بتساعد كمان. هلا هون نزلنا التنانين، مثل ما لاحظتوا كتير كتير متأخر تنزيل التنانين. والملكة لساتها قوية وداعسة على اليسار. على اليمين نزلنا التاني، وراهن كم منطاد بيساعدوا بالتنظيف كمان. هلا هون لو اني حاطط انا الخطط الغضب على الترانين كان سرعتهم شوي وسرعة الهجمة، بس ما بعرف ليش حطيتها على الملكة الحالي. يمكن انا ما كنت حاط ببالي انه امسحه للشاب هوني. بس شفت الملكة متقدمة، حط لها جرعة غضب، خليت تكمل. والتنانين على اليمين كمان هلا عم يضربوا على التاون هول. هون كنت اول تجربة للملك مستوى 30 عندي، بس ما بعرف اجى على باله هيك يطلع لبرا، الحقيقة كيف فوت جوا ما فات، طلع برا مثل قلته. يعني عادي متعودين احنا انه الملك بيطلع لبرا والملكة بتروح على اليمين، وعادي. الملكة على اليمين لساتها مكملة وبس معاها مهارتها، فعنا مهارتها وعم دمرت هلا المدفع. والملك بيفتح السور ياخذنا ذهب 93%. لو اني بس منزل دعم او مستعجل شوي كنت جبته. هلا اخر هجمة لهذا الفيديو هي تاهل 10 ماكس مثل ما شايفين، وعنده بعد الانفيرنو. هذا صديقنا فهمان اللعبة مزبوط، عرف انه الانفيرنو ما مهم وطور صورة باقي دفاعاته. هون كمان بلشنا مع اليمين بالملكة والهيلر. نزلت منطاد، حاولت اني اروح برج ارشر مع انه الملك البرج ارشر ملتهي بملكة، بس استفدت انه روحت لغمين سود. واصدقائي بس حطيته جرعة غضب للملكة، انتبهوا منيح على دمها، يمكن تحتاجوا تفعلوا المهارة اذا كان في عليك دفاع كتير دفاعات عم تضربها. على اليمين روح لها مضاد جوي. هلا الطرف اليمين كله صار مفتوح مشان ندخل بالتنانين، والملكة لساتها مكملة على اليسار، بس عم بيجيها ضرر كتير 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 قوي. فعنا مهارتها خفيناها انقذناها من الضرر. حاليا ما في غير الاكس ما عم تضربها. حط المناطيد والدعم كمان من على اليمين كله. وهلا انتبهوا اصدقائي، حطينا جرعة غضب هون. على اليمين الانفيرنو المولتي ملتهي بخمس تنانين، فهيك الملكة بعد ما تدمر السور تقدر تتقدم هي والهيلر وهي محمية تمام. وعلى اليمين في تنين كتير كتير فهمان، دمر لي الحفارة واخذ لي الدارك. والشباب بالنص اخذوا كل الداركات ودمروا التاون هول كمان. والملكة لساتها مكملة، جبنا 50%. ما بعرف ليش انا ما انهيت الهجمة، كانت انهيها بس توقعت اني اجيب ال 60% بس عشان اعطيه درع للمعلم هون. وما احتجنا حتى انه ننزل الملك. 60%. 3 2 1 فكها يا معلم. ولهون اصدقائي بيكون خلص فيديو اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تشوفوا الفيديو الماضي، رح يكون الرابط تحت بالوصف. لا تنسوا تجربوا هي الهجمة كمان، تعطوني رأيكم اذا عجبتكم، وانتظرونا بفيديو قادم ان شاء الله فيه مفاجأة. والسلام عليكم. ايوه هاد كان ناقصني بقى تاهل 8 يهجم علي. ايوه جولن بيكا وزلزال. طيب والله شكله جاب الاسود يا ابن الكلب.